بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد، وكل عام وأنتم بخير، ومرحبا بكل المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من برنامج صحتك. الاستشاريين ضيوف هذه الحلقة الدكتور محجوب حامد الكدقري، أستاذ مساعد في جامعة الرباط الوطني، استشاري جراحة العظام واستبدال المفاصل بمستشفى الرباط الوطني، وأخونا الكريم محمد المصري، استشاري جراحة العظام والكسور، رجل له باع كبير جدا في العظام وفي الإغاثة على مستوى العالم، وهو عضو جمعية جراحة العظام المصرية ومدير سابق لمدير مستشفى دار السلام بمصر. ونحن حقيقة نستضيفه هنا برضه ونشكره على جهده الكبير في دارفور عام 2009، وهو الذي عمل في الإغاثة في سوريا وغزة وتونس وليبيا وبيروت ونيبال وإندونيسيا، وعنده كتاب عن الإغاثة في دارفور الأمل والمستقبل. إن شاء الله نستضيفه في فترة أخرى عن هذه الإغاثة. يعني ده نحن شايفينه الهنادق طويل كده، وليه ما يتكسر هنا وهنا وكده؟ ليه يعني يتكسر في العنق هنا؟ في البداية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يمكن إحنا بنتحدث عن الطريقة التي يتم بها كسر عنق الفخذ. أيوه. دائما وأبدا نتحدث عن أن كبار السن هم أكثر عرضة لكسور عنق الفخذ، بمعنى أن الإحصائيات تقول أن 90% من كسور عنق الفخذ تحدث في كبار السن. فما هي الطريقة لكي نتجنب حدوث مثل هذه الكسور؟ دائما وأبدا المسن عندما يكون في الوضوء مثلا وعند المغسلة بيحاول أنه هو يحدث في نوع من أنواع التوازن، بيحدث خلل. طريقة الوقوع هذه بتعمل نوع من أنواع كسور عنق الفخذ أكثر. يقعوا يعني ينزلق مظبوط. أيوة. أو كبير السن أن تتعلق قدمه بسجادة أو بطاولة فيحدث نوع من أنواع كسور عنق الفخذ، أو تكون في مصطبة كده هو ما شافها أو ويقع على جسمه عليها كده ويكسرها. في 3 أسباب أخرى بنسميها هشاشة العظام، أي أن الكتلة العظامية بيكون فيها نوع من أنواع الهشاشة أو الرقة. هذه الرقة تؤدي إلى أن هذه المنطقة تكون منطقة ضعيفة جدا، فأكثر المناطق عرضة للكسور هي عنق الفخذ وليس منتصف الفخذ أو أسفله. الأمر الثالث في بعض الأورام السرطانية تؤدي إلى نوع من أنواع ضعف في لكن بسيطة مش صح؟ والله لها نسبة 10%. لكن أكثر الكسور هي الضرب، يعني الضرب المباشر أو بنسميه السقوط من علو. الأمر الثالث بعض العادات الشخصية السيئة مثل التدخين، مثل الخمور، هذه تؤدي إلى نوع من أنواع الضعف في عنق الفخذ نفسه، وتؤدي إلى بعض من أنواع الكسور. يعني تؤدي للعنق بتاع الفخذ ولا للعظام كله؟ للعظام ككل، وهذه منطقة تعتبر أضعف منطقة في هذا الأمر، يعني ممكن تتكسر بسهولة. بالضبط. طيب شنو يعني الأعراض بتاعته؟ يعني نحن كثير من الناس بيقعوا في يمكن سيراميك، ده اسمه سيرميكا، سيرميكا ولين وكده أو لزج وكده، دي واحدة. الناحية الثانية المصطبة، أنه الزول يكون ما شايفه وكده. طيب الزول وقع، أول حاجة الأعراض شنو؟ هل هو مؤلم؟ والثاني نعمل شنو يعني؟ لأن أنا ما داري أشيله بطريقة تلخبط الكسر. يعني في عندنا قاعدة طبية تقول أن التشخيص يوازي 90% من العلاج. معظم المضاعفات التي تحدث من الكسور أو من أي أمراض أخرى نتيجة التشخيص الخاطئ. فدائما وأبدا في كسور عنق الفخذ لها بعض الأعراض من السهل جدا على أي مريض عادي أو أي مرافق أنه هو يعلم جيدا أن هذا المريض مصاب بكسر بعنق الفخذ. رقم 1 الآلام الشديدة التي تحدث في منطقة الحوض. يعني زول كان وقع وكسر عنق الفخذ ده. في ألم شديد في منطقة ذاتها. أيوة. طيب رقم 2 تورم شديد في هذه المنطقة. صحيح. لأنه المحل تجمع دموي زي في الصلب كده ما بتنشاف كويس. أيوة. خاصة عند النساء البدينات. تمام. لكن برضه هيكون في ورم. يبقى ورم. الأمر الثالث
في اعوجاج في القدم في الساق، يعني بدل الساق ما هي موجوده كده على هيئه زاويه قائمه، بتلاقي في حصل بنسميها ايه، نوع من الاعوجاج الداخلي او الاعوجاج الخارجي. ايوه بتلاقي تلف يعني. ايوه تلف. ايوه. فده معناه ان منطقه المفصل اللي هي تساعد على الاستقامه غير موجوده. غير موجوده، ودي نتيجه انه هو من هنا يعني اتكسر، عمل كده. ايوه. فالرجل كلها لفت كده، فبتبقى القدم عامله كده. مظبوط. طيب محمد كده ممكن كويس نشوف اخونا محمد المصري يدينا مشوره سريعه جدا عشان ما يلفنا من بالنسبه للالام بالنسبه لالام الركبه. مظبوط. دائما وابدا معظم الاسباب الرئيسيه التي تؤدي الى الام الركبه، رقم واحد بنسميه خشونه المفاصل. بيحدث نوع من انواع الخشونه في المفصل نتيجه تراكم الالتهابات الروماتيزميه لفتره مثلا تتعدى اكثر من عام. برضو يمكن ده يؤدي بنا النوع من انواع الاهمال في العلاج او يعني عدم الاهتمام. بياتي في الاول المريض بالام بسيطه جدا في المفصل، بياخذ بعض المسكنات، لا يهتم باستكمال العلاج. مع تراكم هذه الالام بيؤدي الى نوع من انواع الاحتكاك ما بين المفصل اللي احنا بنسميها الخشونه. الخشونه مشكلتها ان في اللي هو السائل السينوفي اللي هو اللي موجود في مفصل الركبه بيقل بعض الشيء. الامر الثاني بيحدث نوع من انواع التآكل في مفصل الركبه. طيب نحن عشان ما ناخذ وقت كثير، يعني دي يمكن تكون خشونه في الركبه. مظبوط. طيب نحن خلاص نخليه يجيك ان شاء الله نشوفك. تمام. اذا حبيت نديك تذكره تقابل اخونا محمد المصري، ويمكن يعمل لك الصور حتى مجانا وكده. ان شاء الله. اذا ضربت التليفون بعد الحلقه ان شاء الله بتعرف انه انت حتقابله وين ان شاء الله. طيب محمد، نحن سريع كده جدا عشان ما نخش في حاجات تكنيكال كثير. بيعملوا له شنو؟ زول يتكسر، طبعا ممكن يتكسر في اي موقع من هنا مش كده؟ أيوه. ممكن يكون هنا في الكوره دي، او يتكسر هنا في العنق، صح؟ أيوه. يعني او تحتها. أيوه. طيب نعمل شنو؟ هل هي دائما تغيير في مفصل يعني؟ لا، هو في حاجه بنسميها نوعين من انواع الكسور. ايوه. داخل الكبسول ايوه وخارج الكبسول. ايوه. اللي داخل الكبسول اللي هي بنسميها منطقه العنق، المنطقه من العنق فما فوق. ايوه. ده بيحتاج نوع من انواع تغيير المفصل. بس العنق وين؟ اللي هو المنطقه دي. ايوه ده العنق. دي العنق. ودي بنسميها داخل الكبسول. ايوه. كبسول عنق الفخذ. أيوة. طالما داخله بيحتاج تغيير للمفصل، المنطقه دي. أيوة. دي بتتشال وبيتحط مفصل صناعي. ايوه. اما لو كان الكسر خارج الكبسول بمعنى في هذه المنطقه او ما اسفلها، بيتعامل فيه حاجه اسمها شريحه بزاويه اللي بيسموها بالدي اتش اس او شريحه بالزاويه. بتتعامل كده، بتاخد العنق الفخذ مع المنطقه اللي هي اسفل الفخذ. طيب وبتشيل ده؟ لا، بتفضل زي ما هي طالما خارج الكبسول. أيوة. في بعض صغار السن اذا داخل الكبسول لازم الكوره تتشال وتتركب مفصل جديد. أيوة. في بعض السن الصغير لو ان هو داخل الكبسول بنحتاج الى مسمار او مسمارين في المنطقه دي وخلاص. بس لان طبعا احنا لو شلنا المفصل دوت في سن 15 او 20 طبعا هي ده لسه امامه فتره كبيره من العمر، فبيبقى في نوع من انواع المخاطره شويه. الاجراءات بتاعت الهنادي بالاستباء دي في الكره دي هتجيب الزول الهنادي اسمه الجبيرة. في مشكلة؟ لا محمد فيها مشكلة؟ لا كلامه مظبوط جدا. هو في نوع بنسميه احنا القدم المخلبية، ده نوع من انواع العيوب الخلقية. أيوة. تمام. في القدم، وده بيولد به نتيجة ان الام بتأخذ بعض نوع من انواع الادوية في فترة الحمل غير مرغوب فيها، فيحدث نوع من انواع التشوهات بيسموه قدم مخلبية. في نوعين من القدم المخلبية، في نوع منه عظمي وفي نوع منه لحمي او عضلي. أيوة. النوع العضلي سهل جدا بيتم علاجه بفضل الله زي ما ذكر أخونا بالجبيرة الخلفية مرة واثنين وثلاثة، وبعد كده بيتعدل إن شاء الله كويس خالص. في نوع بنسميه عظمي، بمعنى أن التشوه الموجود داخل القدم شمل بعض أنواع العظم زي عظمة الكاحل، زي وتر أكيلس، زي بعض أنواع العظام اللي هي اللي موجودة. ده بيتطلب نوع من أنواع العمليات الجراحية مستقبلا. نعم. لكن الطريقة التي تم بها علاج هذا الطفل طريقة مضبوطة جدا، وهي بالفعل الجبيرة الخلفية لمدة على 3 مراحل، ثم بعد ذلك يتم إجراء بعض الأشعات العادية. لو لقينا أن في مشكلة بنضطر نتدخل جراحيا، ولكن غالبا لو نوع من أنواع العيب الخلقي العضلي إن شاء الله ما بيحتاج جراحة. طيب هل في هرمونات نحن نديها عشان تقلل الهشاشة دي؟
والله هو احنا دائما وابدا اخر المراحل هي مراحل الهرمونات. ايوه. كلما كانت الامور تسري بطريقه طبيعيه كلما كان الامر افضل. بمعنى ايه؟ احنا دائما وابدا نهتم بالامور يعني الماده اللي فيها الكالسيوم الطبيعي زي اللبن زي السمك، هذه اشياء مهمه جدا احنا بنتفاداها ونبدا في تناولها على سن كبير. عشان كده احنا دائما وابدا بننصح حتى لا تحدث هشاشه مستقبلا يتم توفير اللبن بطريقة سليمة لكل الأعمار. أنا لا أنصح كبار السن فقط، ولكن كبار السن وصغار السن وحتى الأطفال باستمرار. طيب. إنما الهرمونات أنا بعتبرها مرحلة متأخرة في العلاج. نعم. لكن بنضطر ليها في بعض الأحيان، ولكن يعني يعني نبقى على الكالسيوم والبايفوسفونات ده ومدى الحياة. صح؟ طيب السمنة كيف؟ السمنة وعدم الحركة هل هي بتفيد أنك أنت إذا تحركت وقللت وزنك؟ ده 90% من العلاج يكون سببه السمنة المفرطة. طب اللبن ده ما بيسمن يعني؟ لا، ما هو اللبن بيؤخذ منه الجزء اللي فيه نوع من أنواع الدهون. ويبدأ يشرب لبن طبيعي. طيب بيبقى مسيخ. بل لكل داء دواء. فإحنا طيب بنقول يبقى السمنة نحن نعمل حسابنا منها. والحركة مهمة جدا جدا جدا. أي نوع من الحركة بالنسبة للنساء طبعا ما الحركة في البيت يمكن تكون صعبة. هسي بيجوا في محلات التمارين دي، لكن ما كل الناس يمكن تتيسر لهم. فهل عندك حاجة بسيطة كده نقولها للمرأة أنه الحركة يأتي نوع منها؟ المشي احنا ما نقول ان يجب ان يجري او بعض التمارين الرياضيه العنيفه، لا، لكن المشي افضل رياضه لمساعده كبار السن وصغار السن. نعم. المشي داخل مسافه يعني معقوله يعني. ولكن بطريقه يوميه ومنتظمه. نعم. هي مشكلتنا ان احنا بنعمل من انواع الرياضه ولكن لا ننتظم. خير البر ما قل ودام. ايوه. او ثانويه. هل العظم هو مرتع السرطانات في مكان آخر؟ بالضبط. هو يمكن في قاعدة دايما أنا بحب أنبه عليها المريض، إن لابد أن احنا نأخذ أي شكوى من شكاوى المرضى بنوع من أنواع الاهتمام. بمعنى لو أن المريض شكى بنوع من أنواع الآلام فما نديلوش مسكن وخلاص ومع السلامة، لا، نأخذ الأمر بجدية. قلت التشخيص أهم شيء. التشخيص 90% من العلاج. يا سلام. ودائما وأبدا أن مرضى السرطانات أو الأورام بيأتوا في مرحلة متأخرة في دول الشرق الأوسط عامة للأسف الشديد بسبب أمرين. الأمر الأول عدم الاهتمام أو لا مبالاة بكلام المريض. الأمر الثاني لازم ياخذ كلامه بجدية. طالما بدأ يشكو يبقى نأخذ كلامه بجدية. الأمر الثاني اللي احنا بنسميه الفحوصات المستمرة كل أكثر من 6 شهور مثلا. بمجرد الأمر الثالث ان لو في اي ورم او بدأ يحدث في اي جزء من اجزاء الجسم يجب ان نفحصه بشكل جدي. نعم. لانه وارد جدا ان يبقى هذا الورم ثانوي، يعني بمعنى ان في لا قدر الله مثلا ورم في الكلى في الكبد وبدأ يدي زي ما قلت سيادتك يبقى مرتع للعظام، ان هو مرتع لهذه الثانويات. نعم. او ان لا قدر الله يكون هذا الورم بالفعل موجود في العظام. ايوه. طيب محمد، في أسباب متعددة بالمناسبة لكسر المسطرة أو الشريحة. ممكن تبقى العملية معمولة كويس خالص ومثبتة تماما، ولكن التحميل المبكر للمريض قبل شهرين بيؤدي إلى أنه وارد جدا أن يحدث نوع من أنواع الكسر للمسطرة أو الشريحة أو المسامير. الأمر الثاني أن وارد جدا أن يكون هناك هشاشة في العظام أو العظم ضعيف، وخصوصا 45 سنة وارد. حمل متعدد صغيرة يا أخي، ولادة متعددة وارد جدا يبقى العظم ضعيف فما بيتحمل هذا الأمر فيؤدي إلى برضه كسر في الشريحة. طيب يعني نحن حقيقة عندنا مشكلة في أنه بننصح بالرياضة بعد العمليات مباشرة عشان تقوي العضلات، صح؟ الرياضة بقدر طبعا. أيوة. مظبوط كده. أيوة. هل هي ممكن تكون لأنه ما تريضت بعد العملية؟ ما هو في أمر مظبوط. إحنا بننصح بنوع من أنواع العلاج الطبيعي ولكن بقدر، اللي هو إن إحنا بنساعد على تقوية العضلات، لأن العضلات بتضعف. ما فائدة إن أنا أركب شريحة ومسامير وبعد كده إن العضلات ضعيفة. مجرد ما أن يبدأ في الحركة ستفاجأ أن بدأ يحدث نوع من أنواع الكسور. فإحنا أهم شيء بعد تثبيت العظام المكسور اللي هو تقوية العضلات.
نعم. وعلاج طبيعي بقدر ان هو يكون انثناء وانحناء في المفصل، ولكن بنوع من انواع ايه اللطف. نعم. انت بدريه تجي بكره ان شاء الله لاخونا إن شاء محمد المصري عشان يراجع القصه بتاعت المسطره دي محل ثاني؟ كل نوع من انواع العظام ممكن ان يحدث لا فيه اقصدك في الطفل ده مثلا، يعني ممكن. جاو كيس في رجله وخلاص عملنا له عظم صناعي او عملنا له تركيبه، هل عنده فرصه او يعني نفتشوا في العظام الثانيه؟ وارد جدا جدا، عشان كده بيتعمل فيه اشعه اللي هي بتاخد كل انواع العظم، ممكن في العضد، ممكن في الساعد، ممكن في الظهر، ممكن في الفخذ، ممكن في الساق. في نفتشوا يعني. نفتشوا مظبوط. محمد عندك اضافه؟ والله هو في بعض الابحاث الحديثه بتتحدث عن كيفيه تشخيص الاورام السرطانيه في العظام قبل حدوثها. ايوه. بمعنى ان في بعض الاشياء الجينيه، مراكز التعامل مع الجينات تستطيع ان تكتشف ان هذا المصاب سوف يصاب بمرض من انواع السرطان مستقبلا. كيف ده؟ الخريطه الوراثيه والخريطه الجينيه بدا الان الشغل فيها كويس خالص، على اساس ان احنا نستطيع ان احنا نتنبأ بان هذا المريض سوف يصاب بورم في الثدي، بورم في العظام، كذا، بورم في كذا. انا في رايي يعني قبل ما وليس الوهم، ولكن لما نشوف التكلفة اللي بيتكلفها المريض عندما يصاب بالأورام السرطانية، ونشوف التكلفة اللي أنا لو أجريت هذا التحليل، لدرجة إن إحنا نتمنى أن يكون هذا التحليل تحليل روتيني زي أنواع شنو داير دم، فحص دم ولا صورة بعض الخلايا الجينية والوراثية في العضلات، في العظم يعني. بالضبط. وفي حاليا يا ريت إن إحنا نتبنى هذا الأمر ونحاول أن يبقى شيء روتيني لكل الأشخاص حتى ولو على المدى البعيد يعني. وكذا نشكر الأخ محمد المصري يعني الذي وفد إلينا في السودان ليعمل في السودان، وهو رجل خير يعمل في الإغاثات الإنسانية، ولكن له خبرة كبيرة جدا في أمراض العظام وجراحة العظام. من الذين عدوا لهذا البرنامج، لكم كل المنى وتمنياتي لكم بصحة، نلتقي في فرصة أخرى.